أمان وأمن واجتماع وفرحة وسعد، وماذا قبل هذا وما بعد. الحمد لله ما جاد الكريم وما تألق الحفل بالأضياف وابتسم، وما تردد ترحيب الكرام بهم وأجزلوا الرحب والتقدير والكرم، وما تواصل أحباب وما اجتمعوا بالمحبة ساد الجمع واتسما. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، والشكر له على إحسانه الذي لا يحد. نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وشكرا يدوم بدوامه سبحانه، موصلا أصحابها للقمم ذي الجود والكرم والفضل والنعم. جعل لأهل الفكر والعمل مزية، ولفرسان الأدب والكرم وأهله مكانة علية. ثم نصلي ونسلم على خير رسول ونبي اختاره الله من أصل قرشي عربي، حث على الكرم وأوصى بالتحلي بمكارم الأخلاق والقيم. محمد المصطفى المعصوم والهادي إلى عبادة الحي القيوم، عليه وعلى صحبه والآل أفضل صلاة وسلام إلى يوم البعث والمآل. القبائل والأعيان والشعراء والإعلاميين، رجال الفكر، رجال العلم، رجال الأعمال، رجال الدولة رعاها الله. حضورنا الكريم، هذا آيات عطرات بينات يتلوها على مسامعنا الأستاذ مطر بن سند الصامل الحربي، فليتفضل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ومن قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ابن يوسف السليمي الحربي، ويقدم هذا الترحيب في كلمة تقديرا لحضوركم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده حمدا يليق بجلاله، نحمده حمدا لا يعد، ونشكره شكرا لا يحد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المصطفى الأمين. أما بعد، فإنه يسرني ويسعدني ويشرفني في هذا المساء الطيب الجميل أن أرحب بكل من حضر وأجاب الدعوة لهذه المناسبة السعيدة التي نلتقي فيها بكوكبة من مشايخ وأعيان ووجهاء في المجتمع. الشيخ أبو سعود الشيخ ناصر بن سعود الدوسري الذي أكرمنا بهذا اللقاء، جزاه الله خير وبيض الله وجهه، حيث تمت دعوته والتنسيق معه بحضور رموز من المجتمع. نفخر باستضافتهم، شرفونا وأكرمونا بإجابة الدعوة، وأضافوا لحفلنا بهجة وسرورا وشرف. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بالجميع. دعوناهم تقديرا لهم وفخرا بتشريفهم محلنا، لأنهم رموز في المجتمع، تميزوا بأفعالهم الطيبة، فهم أهل الكرم والأخلاق والعلوم الطيبة كلها مجتمعة، فأكرمونا بإجابة الدعوة على الرغم من مشاغلهم وارتباطاتهم الكثيرة.
وهذا موضوع تقديرنا جزاهم الله خير الجزاء. هذه الليلة حضر لاستقبالكم إخواني وجماعتي، وعلى رأسهم ابن عمي الشيخ مطلق بن علي مرخان ووجهاء وأعيان قبيلتنا. كلنا نرحب بكم سعيدين بلقائكم حفلنا الكريم. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. هلا ومرحبا بكل من حضر من قريب أو من بعيد. وأعتذر مقدما عن سرد الأسماء خوفا من النسيان. خوف من النسيان صاحب حق، وكل واحد منكم يستحق الترحيب وأن نقبل رأسه إجلالا له، تثمينا لخطوته وتقديرا لتشريفه لنا. أيها الحفل الكريم، تعجز كلمات الترحيب أن نعبر عن مشاعر الفرحة بمقدمكم الكريم. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة في وسط مشاعر الفرحة والسرور والابتهاج سنستشعر نعمة عظيمة من نعم الله علينا بأن نجتمع من مختلف مناطق المملكة الغالية، هي المملكة العربية السعودية، في ظل قيادتنا الحكيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله وأدام الله عزهم. بفضل الله ثم بفضل رعايتهم الكريمة تحقق لنا الأمن والاستقرار والرخاء، وتجلت معاني اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، وتعززت قوة الترابط بين جميع القبائل وعوائل وأفراد المملكة من خلال تبادل الزيارات التي تنمي المودة والمحبة، مشكلين بنية اجتماعية قوية نفخر ونعتز فيها. وما هذا الحفل الذي تفضل علينا باستجابة الدعوة له ضيوفنا الأعزاء من شيوخ ووجهاء وأعيان المجتمع الذين تكبدوا عناء السفر من مختلف المناطق لننال شرف هذا اللقاء ونسعد به، إلا دليل على خيرية مجتمعنا ومزاياه الفريدة، فجزاهم الله خير الجزاء. قبل الختام أتقدم للجميع بخالص الشكر والتقدير، ثم تقبلوا تحياتي وصادق دعواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتحية إليكم آخذ بعضها برقاب بعض، تحيات طيبات تزجى إليكم ضيوفنا الأكارم، وثناء يأرج كالمسك بسعيكم المحمود وحضوركم المشرف، فقد تكبدتم عناء السفر من كل حدب وصوب وأتيتم مرحبا بكم. مني إليك تحية وسلام، يا محفل قد طاب فيه مقام، وتوافدت لحضوره همم لها بين الجوانح منهج ومرام. أهلا بكم، يا مرحبا مرحبا، يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرف، فليس إكثارها فيكم بإسراف. حياكم الله ضيوفنا الأكارم، أنتم زينة المجالس وأنس المجالس، فحي هلا بكم. كل يعبر عن فرحته، منهم من نرى أساريره تبدو على محياه، ومنهم من يعبر بلسان وشفاه، ومنهم بما قدمته يداه. فأهلا بكم وأهلا. الفرحة تملأ الفضاء بهذا اللقاء الذي مدت جسوره وتفتقت زهوره، ويزداد هذا الأمر إجلالا وتكريما عندما نرى القبائل والعوائل من حاضرة وبائدة يلتحمون تحت ظل وطن وقلب واحد،
بنعمة الله إخوانا وعلى دينه معتصمين، فهذا أكرم شرف وأعلى منقبة. نحن في وطن نظامه التآلف وواسطته التعارف، وهذا الوصل والاتصال سببه الصلة والمودة، ولا تخلق له جدة، وسيستمر بإذن الله. فحياكم الله في وطن أنجب لنا حكماء، فسمعا لسلمان العز وسمعا لمحمدنا صاحب الرؤية الباثقة والرؤية الواثقة، وأنعم بسماء أطلعت فرقدا، وأنعم نحن في هذا الوطن الشامخ الصلد الذي تتهاوى أمام صلابته سهام الأعداء المغرضين، كلنا يد واحدة، نرى أننا حماة لهذا الوطن المعطاء. هذا البلد الذي ينعم بحكام أجلاء جعلوا الدين والعدل أساس لبنات هذا البناء، فأنقذوا هذا الوطن وهذه الجزيرة بتوحيدها على يد مؤسسها غفر الله له. هذا البلد الذي كان قبل التوحيد يسكنه ويستوطنه الخوف، فهو موطن المجازر والمخاوف، على أرضه رؤية اللوحة الحمراء حيث وتسايل الدماء وتساقط الجماجم والأشلاء. أما اليوم فقد أذعنت هذه الجزيرة لحكامها أيدهم الله، أذعنت بدماء تسيل بين صهيل وصليل، ما جاء أمنها بأمر يسير، لكنه بأمر بذل له الأرواح والأنفاس. فواجب علينا التكاتف لنحميه من شر كل صاحب فتنة. هذا الوطن الذي يرى كل صاحب نظر ما يعمله ولاته فيثلج بذلك الخاطر ويسر الناظر. الشعر من وحي الشعور قيادة، ما هو على حسب الهوى والهاوي، ياخذ من أبعاد الخيال أبعاده، والزور يكره والصحيح يداوي. دره من أعماق البحور جاده، ما يصله من قام فيه راوي، وسيفه على وضح النقام يراده، اليمال ميزان القوى والقاوي. واليوم ما للسيف غير غماده، وقفت على مشعاب فرقة الشاوي، ما نعرف الردة من الهدادة ولا ضربة اليمنى من العسراوي. أغلب هواميره من الكدادة، السوق حرة والطلب درباوي، دعمه على الغاوي وبندي فاده، ولمعه قاود بحبل الغاوي. متى يحوكم منهجه وسناده، حتى من العسقد يبين الماوي. متى يحوكم منهجه وسناده، حتى من العسقد يبين الماوي. ويبقى الجنيه جنيه عملة سادة، لو يجهل القراش ويش يساوي. ما ودي أسهب بالكلام زيادة، النفس تخطي والعرب ما تاوي. باسم الكريم، باسم الكرام اللي كرمهم عادة، فطره وساسه مربطه صقلاوي. ما هو جديد من الجدود اشداده، قد ما الظروف ملمعات الواوي. ما ورثه مطلق بقى بحفاده، لو الدهر جاير وذيبه عاوي. يا مرحبا ترحيب تنسداده، قبل الشحم والهيل عود الجاوي. اللي لهم بالنايفات رياده، يوم الحقايق يدعى من الراوي. مقدم قبايل مشيخه وعقاده تلوي، على راي الزعيم اللاوي. وعيان صفوة مجتمع وسياده، مبنى على عرش الفخر متساوي. سلامتكم.
قل يا ضيوف حرب لكم جزال الترحيب، هلا هلا فيكم وخطوة عزيزة، هلا هلا والكيف يبرالها الطيب عند أبلج والطيب عنده غريزة، لضيوفه يقلط ما شم خنيب وجزالته من طيب راسه وميزه، هلا هلا بمكملين المواجيب أهل المكارم والنفوس العزيزة، فينا سرور ويعلمه عالم الغيب بزيارة مرت بلحظة وجيزة، حنا اخوان بيننا ماشي جنيب والمنهج التوحيد حي الركيزة راية وطننا فوق رؤوس المراقيب، وقول يمس بلادنا ما نجيزه دون الوطن نفتل بروسه علشانيب، ومن يقربه حبه مبين نقيزه. سلامتكم. يا الله يلي ما وجودك خرافه، رسلك وعظم ايات خلقك براهين، ايات خلقك بالحياه اكبر آفة على كلام الملحدين الملاعين. يا واحد نرجع طاه ونخافه ونسجد الكسب رضاه حين بعد حين، اسمك بدا الشاعر قبل نظم قافه ومنك استمد العون حين بعد حين، اسمك لنا فيها البداية ثقافة وخير الأسماء كلها والعناوين، يا مرحبا بضيوف رمز الضيافة طالب ولد يوسف طريد الحجاجين، في حق نفسه ما يعرف المرافة لجو سمحين الوجيه متعنين، ما فيه عيب الا الكرم والنظافة قلبه نظيف ولا على الله مزكين، من كثر ما يحرص على الاستضافة عندي بحقك كلمة بين قوسين، أحيان تصل مع حد اللقافة لا شاف له ناس مع الدرب ماشيين، قال قلطوا عندي ولا من كلافة وليقلطوا وقلط عيال البعارين، لو يملك كنوز الذهب والصرافة يمكن ما تاخذ عن طالب نهارين، يقول دنيا ما عليها حسافة راحت بروس مجمعين الملايين، بينه وبين البخل قدر المسافة ما مشى 3 سنين ولا 4 سنين، هذا اعتراف اللي صدق باعترافه ومختوم بختوم الضيوف العزيزين. سلامات. وهذه قصيدة بهذه المناسبة. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 منهاج يصرف الجزل لجاله مجال، والناس ما يرغبون الا الكلام الزين، في كل ليله يصرفها جنيه وريال، بل خص عند الرجال أهل العلا السامين، سلام يا طالب لمن طيب الرجال، ذكر الحياة الرجال الطيبين بين، معروف عند القبائل من كرام السبال، والوافية ما تبى تصعب على الوافين، الضيف قدام لها الرحب نقي الدلال، الهيل في الضيف قدام لها الرحب نقي الدلال، الهيل فرقة بها طايش على الجنبين، عوايد الحرب ترسي مثل مرسى الجبال، أهل الشجاعة وروس الطوع العاصين، تحرب دول معاديها يا كم دم سال،
من سلة السيف ولا سلة السكين تاريخهم من دفن تحت الحصى والرمال واضح كما الشمس كل الناس بهدارين قلته وانا من قبل لا شدت لها الرحال يتعلمون فصاحة عندهم والدين هذيل ربعي ما بين الناس مضرب مثال عليكم زوج هذيل ربعي ما بين الناس مضرب مثال صحابة المصطفى قبل بدر وحنين وكل القبائل ونعموا طيبين الخصال كلم بمجده على طول القسى واللين وكل القبائل ونعموا طيبين الخصال كلم بمجده على طول القسى واللين في ظل حكامنا نفخر بروس طوال آل السعودي حصونا للبلد راعين. الأول بسم الرحمن أبى استعينه وابتدي الله مدبر ما يريد هو الولي حلالها. الأول بسم الرحمن أبى استعينه وابتدي الله مدبر ما يريد هو الولي حلالها. لا يا عساها تعتلي ما هي بحظي وجهدي يسوقها رب الملا مثل مشاق خيالها. أهلها لا يا مرحبا بناصر سعود الدوسري عداد بيض نهورها عداد شوف هلالها عداد برق الحياة اللي بضوح ينسري لديرة يسوقها مولاي وين الشالها. ناصر بوها بطيبة وحنا نخيلة كالقدي بعيد عنها الناقصة والطيبة رجالها رجال نعرف فعلها مهمنا لبع البدي وارضه مضاقة بالبشر متوسعة بسحالها. فعل الدواسر مشتهر بفعلهم كل دري كم سابق راحت مريقة يوم يقدعوا خيالها. يطيبهم حلفت ما شفت الرجي يصبون الوفا والطيب مثل صب دلالها. فعل الوفا بهل الوفا كأنك تغرس لك وجهي والطيب ما يعم العرب بل كريم سبالها. وسلامتكم. سلام يا حفل المكارم والأخلاق ضيفان ومعزب مهابة وقيمة طالب التجميع الشغاميم عشاق ما به اسبوع الا ببيته عزيمه والوقت كشف الحقائق والاعماق وطالبين دي يا هلا من صميمه بطيور شلوى حفلا يشرق اشراق اللي يحلون الامور الجسيمه. لصرت الدنيا تصفقت صفاق لصرت الدنيا تصفقت صفاق يندق بين اللي بصدره عزيمه. الله يحييكم عدد نبت الاوراق الارض خصبه بين سيله وديمه. الله يجعلكم على النار بعتاق اهل المواقف والنوايا السليمه. الله يجعلكم على النار بعتاق يا اهل المواقف والنوايا السليمه. والظرف لمنه غدا يحرق احراق انتم ملذ اللي يشوف الهزيمه من ضاق صدره يحسب ان الفضا ضاق ويرتاح من فعل الحراره العديمه. واسمحوا لي اذا غلطت في بعض الابيات. يقول يا طالب الحربي يا ما شاء الله عليك طيبك جبرنا من وراء مكه نجيك جايب معي كم بيت مبغاها تطول طول البيوت يخلي المعنى ركيك
حطيت فيها مفردات أهل الحجاز، لأن الحديث يقول كل من ما لديك من ما يليك. يا طالب الحربي يا ما شاء الله عليك، طيبك جبرنا من وراء مكة نجيك، جايب معي كم بيت ما ابغاها تطول، طول البيوت يخلي المعنى ركيك. حطيت فيها مفردات أهل الحجاز لأن الحديث يقول كل مما يليك. يا طالب سؤالين يا طالب سؤالين يا طالب سؤالين عندي لو تجيب. يا طالب سؤالين عندي لو تجيب. أول سؤال أبطرحه مني إليك، أنت ما تحس أنك تبى تصبح فقير؟ يجيك هالإحساس ولا ما يجيك؟ أماني إحساسي كذا، هذا الصحيح، لأن الدراهم ما توقع في يديك. أول سؤال بطرحه مني إليك، أنت ما تحس أن يمكن أن تصبح فقير؟ يجيك هالإحساس ولا ما يجيك؟ أماني إحساسي كذا، هذا الصحيح، لأن الدراهم ما توقع في يديك. تذبح طلي، تنحر جمل، تبني بيوت، ويديك في الكرمات ما تمسك بريق. الله هداك اعنى الردية من الدروب، لكن على الإسراف أبى الله يهديك. الله هداك اعنى الردية من الدروب، لكن على الإسراف أبى الله يهديك. أخاف ذنبك يكبر ويصبح عظيم، تكفى لتعطي النار فرصة تشتويك. بهذلتها تشبها صبح وعصير، عز الله انها صدق ضاميت عليك. عز الله انها صدق ضاميت. اخاف ذنبك يكبر ويصبح عظيم، تكفى لتعطي النار فرصة تشتويك. بلشتها تشبها صبح وعصير، عز الله انها صدق ضاميت عليك، عز الله انها صدق ضاميت عليك. ثاني سؤال وأبطرحه وانت تجيب، تقدر تسجل مع هذيل؟ احنا نبيك، ود انك هذيلي وتصبح من هذيل. لو ان ربعك حرب ما ظني تعطيك. سلامتكم. هذه بيات ارتجاليه ما جبتها له بعد المغرب، تستاهلون. يقول ابتدينا باسم رب الكون علام الغيوب، ابتدينا باسم رب الكون علام الغيوب، وحد ما يعلم الغيب غيره ولا يدرى عنه. يا ولي الكون ودي بنسناس الهبوب، ناوي يدخل جو شاعر محاربني سنه، لين اشوف ان القصايد تجي من كل صوب، وتجمل في سنافي مالي عذر منه. لين اشوف ان القصايد تجي من كل صوب، وتجمل في سنافي مالي عذر منه. مرحبا باسم شيخ من شيوخ الحروب، شيخة رجوله. مرحبا باسم شيخ من شيوخ الحروب، شيخة رجوله وصافي معدنه. وبعدها يا مرحبا ترحيب تنبه للجنوب، جيتك يا شيخ ناصر جميله واحسنه. عندنا يا شيخ ناصر مقدر ومحسوب، من قبيله تعرف العلم وتقول احسن. هالدواسر غير بين القبائل والشعوب، مثل ضلع طويق من خاف من موت زبنه. ومرحبا من شرق، ومرحبا من مشرق الشمس لحتى الغروب، في جميع ضيوفنا كلمتين مبرهنه، والتحيه واجبه، والسلام من المجوب، والعذر منكم، وصحه جميع الالسنه وسلامتكم. وتهز الشعور وكل عاقل يثمنها، نحث القريحة حث خيل ما هي بكتاش، تطب السباق وخيل الأخصام تشحنها أصيل هذوب كن فيها ذعر وخراش، اللي طبت بشوط طويل يبينها بلا حظر وقت القصيدة، وراسي جاء الشاش تجنبني اللي قالت الناس بلسنها، وتصب المعاني مثل صب الذهب بغواش على الساعد اللي بيسر البيض ويمنها، وتناظم مثل نظم الذخيرة مشط كلاش، وتحاذف مثل حذفاتها من مخازنها، علشان ابن عم على المرجله شواش كريم يجود من اطيب الحيل، واسمنها زهمني وقال اعجل وجيب القصايد كاش، وانا مثل هذه ما اقدر بصدة عنها، بارد على عد الروى مروي العطاش، شبيه اللي يبتي ما يورد ضعينها.
أبارد على عدر ومروي العطاش بيها اللي بتيمة يورد ضعاينها بعد جيت حفل نيرته كنها لطاش على قارة روس الضواري تزبنها شوف الدلال اللي بها من بلاد أحباش طايب حصيلة شجرة البن وحسنها وطل الأرض مقلوبة معارض كنب وفراش ومثل عجة خيول المعارك مداخنها وطل الأرض مقلوبة معارض كنب وفراش ومثل عجة خيول المعارك مداخنها طرف وادي تسمن على نبتها الأدباش رعتها الملاحة واشهب الملح منها هلا مرحبا ديمي تنكد سبق هرشاش وبها نثر الدهم السحايب خزاينها بلقلي بياض فعولهم مثل لون الشاش وفاهم طبيعه والليالي تبرهنها مداغيش قوم تشري الحشو والأكباش علشان بكبار الصيان يتسكنها ونبى ذكرهم ساري من الطاش لين الطاش ومواقيفهم تخبر اليابان باينها واذا جال اللوازم لازم ما يجي ببلاش مثل بقعة من باطن الخير باطنها عنوا من ديار دونها يبعد المطراش عشان الوفاء يوم الوفاء من معادنها وثرهم على وجه البسيطة مع المغباش ندان تقول بصافي السمن دهنها. سلامتكم. قول باسم طالب هلا يا مرحبا بالضيوف باسم طالب هلا يا مرحبا بالضيوف عد سيل السحاب وعد برق سرى مرحبا عد ما تلزم رعود القلوب وعد نبت الحياة لزام فوق الثرى مرحبا عد ما حجاج مكة تطوف وعد ما طار طير وعد طاري طرى مرحبا عد ما حجاج مكة تطوف وعد ما طار طير وعد طاري طرى مرحبا في رجال مثل حدبة السيوف الحداد اللي يتردى البراء كل رجال منهم شيخ قوم معروف الاسامي كبيره بين كل البراء كل رجال منهم شيخ قوم معروف والاسامي كبيره بين كل البراء ولو بعدد الاسماء تفيض الحروف كيف في ليلها الاف الكتب تنقرا سيره الشخص منهم كتب تملا الرفوف ومحتوى الكتب قول وفعل ما هو هرى صيتهم كالجبال اللي تهوز القنوف وكل ضلع على ربعه ظلال وذرى ويا ابن يوسف عليك الطيبه ما تطوف داعي شيوخ قوم ومستضيف مرى ويا ابن يوسف عليك الطيبه ما تطوف داعي شيوخ قوم ومستضيفه ومرة وانت فينا بجيتهم كسبت معروف شوفت الغانمين من العرب تنشره طالب الطيب والعليا الطالب شفوف يتقدم ما يرجع بالمواقف ورا من نوادر ربوعي للمراجل شغوف السليمي بصيته كل قرن درى كم نحر له قعود وكم ذبح له خروف اصل كم في مجال الطيب فاز وضرى والبغاديد سيقت والمطايب تطوف والنبى الزين يغني عن شراب وقرى عند من هو الضيف ما يمل الوقوف الكرم طالب الحربي بدمه جرى عند من هو الضيف ما يمل الوقوف الكرم طالب الحربي بدمه جرى وعزة الروس تنبع عبر عزة الكتوف ماش عين بدون الشوف تقدر ترى كل راس عزيز بمجد ربعه يشوف راس من دون عزوه بيت ماله ذرى وربعه اهل المليحه عوق جمعه الصفوف في زمن لطمه العاين ورد البه وربعه اهل المليحه عوق جمع الصفوف في زمن لطمه العاين ورد البرا لشهرن الهنادي والجمع التحوف احتموا وادي للذود طلعه
درمه ومعروف نهر نجد العظيم إن كان سائله جرى في حماه الملاحة بمن ولا بخوف حاضر وماضي ولا معهم به خشرة. أكبر الأودية ودرمه ومعروف نهر نجد العظيم إن كان سائله جرى في حماه الملاحة بمن ولا بخوف حاضر وماضي ولا معهم به خشرة. مبشرين الحوير بامها الوصوف ويدفنون الركب والخصم يرجع ورا من قبيلها تلوف جموع الاخصام لوف تدفنون افة الاخصام تحت الثرى. حرب الدول ما يحربون الضعوف افنة دول من طيبه اليوم القرى. حرب الدول ما يحاربون الضعوف أفنة دول من طيبة اليوم القرى. من جموع الدول عشوا وسباعنا تحوف ومع معزلهم وقفة وفاء تذكرى. والثلاثة الحرب المعجزات الوقوف قبل ولا بعد ما مثلهن جرى. أفخر بمجد الأماني الغيري جحوف جحد الأمجاد بين الناس عيب وزرى. وكل شاعر يحب بمجد ربعه ينوف دون كبر وضرايم زايفة وافتراء. وسلامتكم. من موقفي هادشي خرب وقام يتصدد جنمان يا خويه. قلت السبب، قال السبب لا تجي حرب الا بقصيده وافيه عالميه امجاد حرب بفتح مكه ويثرب ومنزل الله برساله نبيه. حرب اهل الشعر الحقيقه المهذب اقوى قبيله تمتلك شاعريه منها الحداري والحويفي والاهدب وبن زويبن والبحور الرهيه ومنهم جزر صالح وصياف ونبلافي وغير كوكبه عالميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقول الله يحيي ضيوف حرب عند جيراننا حرب، وافتخر بوقوفي عند طالب واخوانه واقل واجب اقدمه. طالب دعاني وتشرف بدعواه، لي الشرف في دعوته لدعاني. راعي هلا والواجبه ما تعداه، ما هو من اللي منزله بالطماني. له مجلس كل النشامه نصاه، يشهد على ما اقول قاصي وداني. جمع القبايل ميسر من مزاياه، كريم سبل للبعيد وعواني. دعا هلا الامجاد والطيب ودهاه، الكل منهم له كيان ومكاني. والشيخ ناصر شرف الحفل ملفاه، الدوسري لاجل الوفا جاه عاني. ناصر بن سعود حي محياه، رعى الحساني ينجذب الحساني. الطيب له الطيب ما هي منجاه، حاضر بحاضر يا عريب المجاني. رعى الكرم والعزم والطيب مبداه، مواقفه بانت عيانا بياني. واللي حضر صعبته من دنياه، جميع ربعه والرجال العواني. والشيخ الهادل له معزه وملجاه، سلمان لعده هل الفعل باني. يا مرحبا بعد غيث النثر ماه، يمطر حقاق وماطره ريهجاني. وحي الله احمد العبيكان حياه، الوافيه اللي دايما مرحباني. الشيخ ابو ناصر يشرف بطرياه، كل القبايل عدهم له اخواني. والشيخ فالح شرف الحفل منصاه، ساعة وصوله كنه البدر باني. شاعر من الهذلان والشعر يزهاه، فعلا على برهان ما هي ثماني. من روس ومن توصل العلم منهاه، اهدين لعده وطال اليماني. من دون قاصر بالقبايل مسواه، عشراتهم معودة للثماني. واليوم في حكم السعود مسماه واليوم في حكم السعود مسماه جميعنا في خير ومن وماني. ثم توصلنا على من تبعناه، على الرسول اللي له النور باني. سلامتكم. لو وش قلت ما ادري وش اقول، ما خلوا الشعار شيء يقوله، لكن طالب غالي ولا بد من المشاركه وضيوفه غاليين. الشعر معنا، حضر هجوس الشعر والمعنى على عرف انتقاه، على يقين الموهبه ركت جوابها وابتداه مناض وبل المرزمه ومحل وبل المرزمه. واعداد ما ساق الحياه واعداد ما ذعذع هواه. يا مرحبا في حفل طالب بالضيوف وبالجميع، ترحيب اهل الطيب والنماس عالي مستواه. حي الله شيوخ الوفا، حي الله كبار البخود، ترحيب حربي بالشيوخ اهل المهابه.
والوجاه بحلال حرب، الله يحيي من لفى بحلالها. طالب موفق والنشامة وجبوا له من وفاه، اي والله طالب موفق ودليل توفيقه هالحضور المشرف. طالب موفق والنشامة وجبوا له من وفاه، وشلون ما يفخر في شيوخ يسدون اللزوم، اللي لهم ذكر يعز الراس في كل اتجاه، وضيوفه اللي من لفاله يفتخر بقدومهم. شيوخ الدواسر والدواسر ذكرهم حي النباه، عيال زادهم بالطيب من مضى السنين، اللعبة اللي لا عطال العلم تقف وتحماه. هيبة سلاطين الفعل تزهى الدواسر كلهم، دخيلهم يوما وعرب الدوسر يعز غناه. الشيخ ناصر سمعته مثل الحياة في كل صوت، ذكره ينام سلابته بالطيب في كل اتجاه. ابو سعود سعد منه فتحته وقت اللزوم، الشامخ اللي تامن اسباع المهابه في ذراه. والشيخ سليمان بن هدنا عسى عمره طويل، ميراث النوماس والنوماس زيزومه زهاه. والشيخ ابن عبيكان اللي عنده طحاطيح اللزوم، احمد عميد المرجله بالمرجله حي النباه. مواقفه تشهد على فعله رفيع المنزله، رعى الكرم والجود جعل اللي يذمها من فداه، جعل اللي يذمها من فداه. والشيخ جعل اللي يذمه من فداه. والشيخ ابن عبيكان اللي عنده طحاطيح اللزوم، احمد عميد المرجله بالمرجله حي النباه. مواقفه تشهد على فعله رفيع المنزله، رعى الكرم والجود جعل اللي يذمه من فداه. وقالوا ابن غنيم معطين اسمه ابو عبد الرحمن وبيض الله وجهه، ولكن الظاهر انه ما حضر ويستاهل الترحيب، حاضر وغايب. رعى الكرم والجود جعل اللي يذمه من فداه. وقالوا ابن غنيم ينفتح للفخر 60 باب، اي والله ان العز برضه والفخر كوكب سماه. واخو سنيده اللي عنده مطانيخ اللزوم، مطلق صراحه اللي تحدى له عن الوقت وحداه. بقدام قوم ذكرهم مشهور بالعلم اليقين، جهينا اصحاب النبي على النبي ازكى الصلاه. وكل الشيوخ الحاضرين في مدحهم لي الفخر، وكل من حضر في حفل طالب يسعد الله مساه. طالب اعتز مدحه حيث كفو وابن كفو، كل يباهي في مقامه ويتشرف في ظلاه. مشرف الربع اهل النقوات، مزبان الدخيل اهل المقام، اللي اذا كبرت ما يلحق من دار. سلامتكم. بسم الله باسم اخوي ناصر واسم الشيخ احمد بن ناصر العبيكان يقول ان الهديه يقدمها باسمه وباسم الشيخ ناصر واسم الشيخ سلمان الهدره. انتم هديه، انتم يستاهل الشيخ طالب هذا الهداء. اتركوا مجال الربع للتصوير وراكم، وارجعوا ورا شوي، ارجعوا شوي، ارجعوا شوي حتى يكون التصوير اشمل واكمل. ايضا الهديه عباره عن بشت ملكي يقدمه الشيخ مشاري المحمادي الحربي، هديه لصاحب هذه المناسبه، فليتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير بالجميع. وانا اول مره اطلع على المنبر واشوف الكاميرات، لكن انت علم من اعلام المجتمع، لكن شفنا استقبال الطيب المهندس طالب على استقباله الطيب بالشيخ احمد العبيكان والسبيعي ومن اقول احباء الجميع ابو سلطان. والله العظيم لولا الله ثم الرجال ذا ما جيتكم هنا. اقول انا يا حربي انتم رمز، وانتم الواحد يفتخر يمشي معكم، وانا اذا مشيت معكم انا ارفع راسي لك العافيه. طبعا عندي هديه بسيطه للمهندس طالب الحربي، وان شاء الله هذه تعبر عن وجود الحفل والكرم من الشخص هذا. هي اصيله مهره من نسب عبيه. يستاهل الله وجهك كريم ابن كريم، يضل وجهك. وان شاء الله تكون
يعني تكون وافيه ماخوذه الله يوفقك، الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك ويرفع قدرك على استقبالك انت تقدر وهو يستاهل. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، يعطيك العافيه. الله يوفقك.